ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي ساميه ابو المحاسن، انا رابعه تجاره انجلش. قبل ما اجي الكورس كان عندي تصورات معينه ان انا هعرف يعني ايه ماركتنج، يعني ما كنتش عارفه غير البيزكس بس اللي اي حد يعرفها. فلما جيت هنا كنت حابه ان انا اعرف اكتر واكتر. لما جيت هنا برضو خدت من اول سيشن لحد دلوقتي كل مره كان بيضاف لي انفورميشن، كل مره بيضاف لي معلومات. حتى لما باجي دلوقتي اقعد اتكلم مع حد في اي حاجه ليها علاقه بالماركتنج ببقى عارفه اتكلم معاه وعارفه اتناقش معاه في الموضوع ده، ولما بيجي يسالني على حاجات بعرف اجاوب عليه. ولسه السيتويشن ده حصل امبارح معايا، يعني كان بيبعت لنا ماتيريال عادي بره الماتيريال بتاعه الكورس نفسه عشان يساعدنا ان احنا نعرف اكتر واكتر. حتى بعد ما خلصنا الكورس دلوقتي عرض علينا عادي ان هو يساعدنا في الشغل بعدين، يشوف شغلنا عامل ازاي، بنطبق فعلا الحاجات اللي احنا بتعلمناها ولا لا، وعشان يمونيتور علينا يعني في البوينتس. فوق الرائع بجد، وحد بيساعد اي حد بيطلب منه اي حاجه بيساعده. فبجد شكرا جدا لمستر خالد، بجد هو كان شرحه كويس قوي. انا محمد صالح، ماجستير اداره اعمال. حضرت مع مستر خالد اكتر من كورس، كان منهم كبسوله التسويق. صراحه شخص محترم جدا وشخص مميز وبيقدر يوصل معلومه بسهوله. اتعلم من الكورس دوت تريكات وتقنيات معينه في الميديا باينج في الكونتنت، وهو ما بخلش عننا باي معلومه خالص بره اللي هو شرحه، مع انه هو اجتهد كويس جدا معانا، ادانا حاجات اكتر اضافيه علشان يزود كميه المعارف اللي عندنا. كان مليان معلومات. ازيكم، انا عمر اشرف احمد، 23 سنه، خريج بي اي اس دفعه 23 تجاره بي اي اس. اللي خلاني اجي اخد كورس مع خالد يوسف، كنت عملت انترفيو قبل ما اخد كورس في ديجيتال ماركتنج، واتصدمت ان انا اتسالت في اسئله تكنيكال كتير، حاجات كنتش عارفها كتير، كنت محبط نفسيا وحزين. فشفت اعلان لكورس استاذ خالد يوسف، شفت قد ايه عنده خبرات كتير، راجل اكسبيرينس كبير على اعلى مستوى. ده اللي خلاني اجي اخد الكورس. بحب اشكره جدا على كل المساعدات اللي قدمها لي والمعلومات. بجد شكرا جدا مستر خالد، وافتقدك بجد جدا. اسمي منى محمد، خريجه تجاره انجلش دفعه 2022. الحقيقه انا كنت دارسه في الكليه مجال الماركتنج وكنت عارفه حاجات كتير عنه، وخدت كورسز بس كانت مجرد تايتل قوي عن الماركتنج، وانا اوريدي حتى اشتغلت في مجال الماركتنج. السبب اللي خلاني اخد الكورس ده ان انا كنت عايزه افتح سمول بزنس ليا، فكنت عايزه افهم في السوشيال ميديا ماركتنج اكتر، وعايزه افهم منها اكتر ازاي ازود الناس اللي هتبدا تدخل عندي، ازاي ازود الفولورز. دي كانت اقصى معلوماتي عن الموضوع ده. بس بعد ما خدت الكورس حسيت ان انا نظرتي اتسعت اكتر في الموضوع، وان في جوانب تانية للسوشيال ميديا ماركتنج انا ما كنتش اعرف عنها كتير. وفكرت فعلا ان انا مش بس ان السمول بزنس بتاعي يكون عن الماركتنج، لا، الماركتنج اساس كل حاجه حرفيا احنا بندخل فيها بعد كده. وانا فعلا لقيت كل الحاجات اللي انا كنت عايزه اعرفها في الكورس، لقيتها وازيد كمان من الحاجات اللي انا كنت عايزه اعرفها. فعلا دكتور خالد كان شخص هيلفول جدا، وساعدنا في حاجات كتير، وستيل بيساعدنا في حاجات كتير، وبيحاول يفهمنا اكتر عن مجال الماركتنج. ويعني انا عايزه اشكره بصفه شخصيه جدا على اهتمامه بالكورس واهتمامه بينا، وان هو قدر يوصل لنا المعلومه بشكل صح.